النجم متأخر في الوصول. الناس هتقول على ايه مجنون على الصبح. طبعا احنا بقى كمصريين بنعمل ايه؟ اذكياء. استغلينا الحركه. بيننا وبين الحدود في المانيا بالعربيه 30 دقيقه. غالبا كده مش احنا لوحدنا المصريين اللي بنشغل دماغنا، حتى السويسريين بيعملوا زينا. عند الماشينه اللي بنعمل فيها اعاده التدوير، مثلا هنا بقري على خنزير، طبعا دي حرام بالنسبه لينا. والله العظيم عم جمال التخين احلى صدق. الكيلو كان بكام دلوقتي؟ يعملوا بحوالي 300 جنيه ولا 400 جنيه كيلو. يعني كيلو البانيه عامل 550 جنيه. اعمار يا مصر والله. وطبعا هنا همام محتار بياخد هدايا ايه مع مصر في الشوكولاتات. حلاوه خالص. الكوسه دي طبعا حاجه محترمه جدا. عاملين 3 يورو 29 سنت، يعني حوالي 180 جنيه. يعني ازازة الزيت عاملة حوالي 90 جنيه في اللتر. حاجات رمضان بقى، بلح رمضان والقراصية دي أو ده مشمشية. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. كان في ناس كتير بتسألني عن أسعار وجودة المواد الغذائية في سويسرا وفي ألمانيا. في الفيديو ده هنوريكم إزاي بنعمل تسوق من على الحدود الألمانية، وهنشرح لكم كل شيء بالتفصيل. ومعانا اخونا علي ديموس حول العالم. رايحين دلوقتي رايحين مشوار رايحين نعمل ايه علي؟ والله احنا رايحين نعمل اين كاوفن من المانيا. اين كاوفن بالالماني معناها شوبينج او تسوق. فالثلاجه فديت رمضان كريم، طبعا كل سنه وانتم طيبين. ورايحين نعمل تسوق من المانيا. الله يا علي، الثلاجه بدأت اول اسبوع علي. اول اسبوع في رمضان. طبعا رمضان كريم يا عم، رمضان كريم يا عم. ماشي يا علي. طب انت ليه يعني اشمعنى المانيا؟ يعني ليه ما تعملش شوبينج في سويسرا؟ والله يا امام انت عارف، طبعا الكواليتي في سويسرا دايما بيتباهوا بيها يعني. شفايسر كواليتيت والكلام ده، بس انت عارف سويسرا اغلى دوله في العالم في الاسعار. ففرق الاسعار في المواد الغذائيه ما بين سويسرا والمانيا حوالي 40%. فطبعا احنا از ايجيبشن يعني از مصريين لازم نشغل ايه؟ دماغنا. انت فاهم؟ وبيني وبينك حرام برضه، يعني حرام بفرق كبير قوي، فرق كبير قوي في الحاجات دي. كيلو الرز بكام مثلا في سويسرا؟ يعني مثلا عندنا في سويسرا كيلو رز مثلا ممكن يعمل له 2 فرنك او مثلا 2 فرنك ونص. مثلا تجيبه من المانيا بحوالي 1 يورو 30 سنت. ففرق النص. والاكتر بقى في اللحوم طبعا زي ما هوريكم دلوقتي. اللحوم هناك فرق كبير جدا. لحمه طبعا. انت بتحب الدم؟ طبعا الديدان لازم تشتغل مع اللحوم كمان. لازم تاكله وتعشيه من الحنشه اللي جوه. رمضان كريم، رمضان كريم. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. لو عايز اسالك بقى سؤال، يعني انت في الطلعه الواحده المانيا بتوفر قد ايه مثلا فلوس في الشوبينج اللي هو يكفيك اسبوع؟ والله يا همام احنا 3 افراد. المفروض ان انا لو انا حامله الثلاجه بتاعتي طول الشهر 30 يوم في سويسرا، هعمل تسوق بحوالي من 700 ل 1000 فرنك. لحوم وفراخ واسماك ده من المانيا ولا من سويسرا؟ ده من سويسرا. لو انا هجيب نفس الاماونت او نفس الكميه من المانيا هيبقى النص، يعني ممكن يعمل معايا هناك حوالي 500 فرنك. حلو جدا، يعني 50% خصم. 50%. المانيا يا جدعان عامله 50% خصم. وانت عارف كمان المشكله ايه؟ اللي انت بنروح نشتري من نفس المتاجر الموجوده في سويسرا، يعني مثلا زي ليدل والدي وزي دي ام وزي الحاجات دي كلها برضه موجوده في سويسرا. نفس المنتج ونفس الشركه اللي عاملاه، بس سبحان الله بتلاقيه في المانيا بسعر وبتلاقيه في سويسرا بسعر. ده ليه بقى يعني ليه فرق الاسعار؟ لما جيت سالت قال لك عشان خاطر مستوى الدخول ومستوى المرتبات، يعني برضه المرتبات في سويسرا تعتبر ضعف المرتبات اللي موجوده في المانيا. فبالتالي اكيد برضه الاسعار بتاعت المواد الغذائيه هتبقى اغلى من المانيا او ضعف الاسعار اللي هناك. فكل بلد ليها نظام الاقتصادي بتاعها وليها نظام المعيشه بتاعتها يعني. فهو ما يقدرش مثلا يبيع لك باسعار المانيا ويقبض هنا المرتبات باسعار سويسرا.
عشان كده الفرق. طبعا فطبعا احنا بقى كمصريين بنعمل ايه؟ اذكياء. استغلينا الحركه. بيننا وبين الحدود في المانيا بالعربيه 30 دقيقه، فاحنا ناخد العربيه من سويسرا نطلع على المانيا، نروح نعمل التسوق بتاعنا ونرجع، يبقى احنا ايه؟ وفرنا السعر من هنا وهنا. بس برضه الحكومه السويسريه دلوقتي طلعت ذكيه، دلوقتي عملت لك ليميت. انت فاهم؟ قالت لك ان كل فرد ليه 150 فرنك حد اقصى اللي هو يشتري بيه مشتريات من الاوسلاند، من الخارج يعني. دخلت غلط، دخلت غلط زي كل مره، زي كل مره. اجمل الحاجات فعلا الموجوده في اوروبا هنا موضوع ان الحدود دي مفتوحه، يعني خلاص انت بتعدي اتحاد اوروبي او شنجن، فبتعدي من خلاص احنا كده عندنا الحدود، احنا كده بقينا موجودين في المانيا، لا في وقف بقى ولا تفتيش ولا باسبور ولا اي حاجه، خلاص بتعدي طالما العربيات منطقه شنجن او الاتحاد الاوروبي بتعدي على طول. ودي المنطقه التجاريه اللي احنا بنعمل فيها التسوق، او اقرب مدينه المانيه لينا على الحدود. فدلوقتي احنا هنروح على ليدل، هنبدأ نشتري نعمل التسوق بتاعنا. فهنا في ليدل اهو، وهنا في ألدي، دي كلها براندات ألمانية موجودة من عندنا في سويسرا. برضه هبقى أعمل لكم فيديو تاني هوريكم الأسعار في المتاجر دي في سويسرا عاملة قد إيه. غالبا كده مش احنا لوحدنا المصريين اللي بنشغل دماغنا، حتى السويسريين بيعملوا زينا. هتلاقي معظم اللوحات بتاعت العربيات كلها فيها علم سويسرا، كلها نمر سويسرية. عند الماشينة اللي بنعمل فيها إعادة التدوير، طبعا هنا أي كان من ده بيبقى بندفع عليه ضريبة 25 سنت عشان خاطر حاجة زي رهن كده اللي احنا نرجعه تاني. فكل مرة بنشتري الحاجات دي كلها بنشربها وبعد كده بنحوشها في البيت، ولما بنيجي المرة الجاية بنحطها في المكنة دي وبناخد ورقة المرتجع بتاعنا. هوريكم ازاي. أول حاجة في لغات كتيرة، فهنختار طبعا الإنجليزي عشان تبقوا برضه معانا متواجدين. وبعد كده بتبدأ تحط الكنز في الماشينة هنا، بيبدأ يعد عليك هنا 25 سنت، بقت 50. نيجي بقى للحوم، يعني مثلا دي لحمة شوي، ده الكيس عبارة عن 500 جرام، تمنه 4 يورو ونص. الهمبرجر البقري اللي هو البايو اللي هو الأورجانيك ب3 يورو. لحمة الخضار ب7 يورو. دي لحمة شوي برضو. نيجي بقى للحمة المفرومة. اللحمة المفرومة تحت اللي هي الأورجانيك ب9 يورو، واللي هي العادية ب8 يورو. بس طبعا حاجة جودة بصراحة كويسة جدا. فتحنا كده وشفنا الجودة بتاعتها سواء الأورجانيك. طبعا بقري هنا من ضمن المميزات اللي هو بيقول لك إذا كانت خنزير ولا بقري، بيحط لك العلامة بتاعتها عشان خاطر نسبة المسلمين طبعا في أوروبا كترت جدا، فبقى يراعوا الموضوع ده. دي برضه لحمة خضار، دي ب7 يورو. الفراخ بقى، نيجي مثلا للفراخ البانيه.
صدور البانيه تحت هنا اهي. ده عبارة عن كيلو، ده عامل 10 يورو. يعني كيلو البانيه عامل 550 جنيه، أعمار يا مصر والله. الدبابيس عاملة 5 يورو، دي الأجنحة عاملة 5 يورو. الفرخة الكاملة عاملة 6 يورو 29 سنت، دي وزنها صافي 1400 جرام أهي. متبلة وجاهزة فريش. وهنا فرخة تانية عاملة 6 يورو، وزنها 1560 جرام صافي. الوراك هنا، ده الوزن ده عبارة عن 2 كيلو، ده عامل 8 يورو ل2 كيلو، يعني الكيلو واقف ب4 يورو. الدبابيس برضو موجودة هنا اهي. نيجي هنا للديك الرومي، دي فخدة بتاع اللي هي الدبوس بتاع الديك رومي، ده عامل 4 يورو 21. وهنا بقى اللي أنا بقول لكم عليه، اللي هم هنا كل حاجة بيحط لك العلامة بتاعتها. يعني دي ديك رومي، دي عبارة عن صدور بانيه بتاع الديك رومي. ويجي مثلا هنا لو حاجة فيها ميكس بيقول لك مثلا هنا بقري على خنزير، طبعا دي حرام بالنسبة لينا. ولو حاجة عبارة عن خنزير بس، فطبعا بيعمل لك العلامة بتاعتها فوق اللي هي بتبقى خنزير بس زي ده. برضه صدوق عبارة عن خليط ما بين بقري وخرفاني، ده عامل 4 يورو، يعني حوالي، الوزن بتاعه قد ايه، 360 جرام، يعني حوالي 220 جنيه. والله العظيم عم جمال التخين أحلى صدوق. الكيلو كان بكام دلوقتي؟ يعملوا بحوالي 300 جنيه ولا 400 جنيه كيلو. نيجي بقى للخضار، دي مثلا الطماطم، ده العبوة عبارة عن كيلو، دي عاملة 2 يورو و19 سنت. طبعا الحاجات دي كلها بتبقى فرز أول. الفلفل الكتبي التلاتة اللي هي العبوة عاملة 500 جرام، التلاتة عاملين 2 يورو 29 سنت. نيجي بقى للحاجات التانية، طبعا الحاجات دي كلها بتاعت السلطات. نيجي السبانخ الأورجانيك، نيجي بقى للأفوكادو والكوسة. الكوسة دي طبعا حاجة محترمة جدا، دي الكيلو بتاعها عامل يورو 29 سنت. حاجات رمضان بقى، بلح رمضان، دي وزنها 250 جرام، طبعا غالية جدا. هنا الكيلو عاملة 11.99، ده وزن الكيلو. طبعا ده يعملوا بتاع حوالي 4 يورو ولا حاجة. والقراصية دي أو ده مش مشاية، دي وزنها برضه حوالي 250 جرام. 200 جرام دي عاملة 2 يورو. الفاكهة هنا مثلا الليمون ده عبارة عن كيس فيه نص كيلو ده عامل 1 يورو 9 سنت. وقت تصوير الفيديو ده اليورو بحوالي 54 جنيه ونص. الرنج مثلا البرتقال ده كيس 2 كيلو عامل 2 يورو 89 سنت. اضرب بقى انت في 54 ونص. الشمام الخوخ عامل 5 يورو كيلو. الأفوكاتو 3 يورو 19 سنت. نيجي بقى هنا لقسم الشوكولاتات، يعني آدم حبيب قلبي، هنجيب لآدم الشوكولاتة اللي هو بيحبها. مش آدم لوحده، يعني هو وسمان.
طبعا أسعار الشوكولاتات هنا بالمقارنة بالأسعار الشوكولاتات في مصر هنا بتبقى أرخص بكتير، وأطعم من حيث الجودة. وطبعا هنا همام محتار ياخد هدايا ايه معاه لمصر في الشوكولاتات. حلاوه خالص، شوكولاتات ما بحبهاش اصلا بس مضطر اشتريها. ست الحلاوه دي حبيبي. هنا لا بالبن بقى. البن ده العبوة دي 1 كيلو، دي عاملة 18 فرنك. معرفش بقى بكام دلوقتي أسعار البن عندنا في مصر. دي برضه عاملة 18، دي عاملة 12.49، دي عاملة 14 فرنك، دي عاملة 11.75. طبعا أنواع مختلفة من البن، بس بصراحة الجودة بتاعت البن هنا أنا مدوقتهاش تحت عندنا في مصر. طبعا هنا قسم المكسرات. طبعا الحاجات دي طبعا من خبرتنا بتبقى أسعارها هنا في سويسرا في ألمانيا بتبقى أغلى بكتير من مصر تحت. ده رز بسمتي، الكيلو بتاعه عامل 3 يورو. وده الرز العادي بتاعنا بتاع مصر، ده الكيلو بتاعه عامل 1 يورو 59 سنت. نيجي بقى لأسعار المكرونة. هنا المكرونة عاملة 79 سنت أو 79 قرش. دي عبارة عن الكيس نص كيلو. دي مكرونة بنة، ودي مكرونة حلزون، والمكرونة الاسباجيتي برضه 79 سنت. هنا جينا لقسم البيض. طبعا هنا دي عبوة فيها 18 بيضة. طبعا الجودة بتاعتها حاجة محترمة جدا. عاملين كام؟ عاملين 3 يورو 29 سنت، يعني حوالي 180 جنيه. ده قسم الجبن. الأسعار بتاعتها بتتراوح ما بين 2 يورو و 3 يورو بالعبوة حوالي 400 جرام. الزيت عامل 1 يورو 69 سنت، يعني 1 لتر، يعني إزازة الزيت عاملة حوالي 90 جنيه اللتر. نيجي لقسم الألبان. هنا العبوة دي عبارة عن 1 لتر، دي عاملة 99 سنت، يعني حوالي 1 يورو. وفي عبوة تانية غالبا 1.5 لتر تبقى عاملة يورو 25 سنت. طبعا احنا هنا مستنيين دورنا في الكاشير عشان خاطر نحاسب ونمشي. خلصنا التسوق بتاعنا والعودة مرة أخرى إلى سويسرا الحبيبة.